أنا الرقيب أول منهل هشام العداي من محافظة دير الزور، من مرتبات الفرقة التاسعة دبابات اللواء 52 ميجا كتيبة 22 ميجا. أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري وانضمامي للجيش السوري الحر، وذلك لقيام الجيش بأعمال شنيعة ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية بالتعاون مع أجهزته الأمنية وعصاباته المسلحة من الشبيحة، وتخليه عن مهامه بحماية الشعب السوري الأعزل والوقوف إلى جانب هذا النظام المجرم. أدعو رفاقي من ضباط وصف ضباط وأفراد إلى الانشقاق عن هذا الجيش وغسل العار الذي لحق بهم، والانضمام إلى الجيش السوري الحر الذي يمثل إرادة الشعب بالدفاع عن أهلنا وأرضنا وعرضنا بوجه آلة النظام العسكرية والأمنية. وأخص بالذكر هنا أبناء المنطقة الشرقية من سوريا، كون أنهم يشكلون ما يقرب من 40% من عماد قوات هذا النظام، وأقول لهم إن بيوتكم وأعراضكم مستباحة، إن أعراضكم تنتهك على يد الأمن والشبيحة، فلا تقفوا متفرجين وانصروا أهلكم في دير الزور وحماة ودرعا وإدلب واللاذقية وحمص وفي كل الأراضي السورية. إن كل ما تسمعوا من قادتكم ما هو إلا كذب بكذب وافتراء، وقد رأيت بنفسي ما حصل في درعا وأحدى مدنها، حيث قمنا بالدخول كجيش تابع للنظام مع عصابات الأمن المسلحة، ولم نجد أي قطعة سلاح في هذه المناطق، وقمنا بترويع المدنيين والأهالي، وقام الأمن بسرقة البيوت وتفتيشها بطريقة غير إنسانية، وقام بقتل الصغير قبل الكبير من هذه المدينة. وأقول لكم يا أخوتنا في الجيش إن استمراركم بقتل أهليكم سيعرضكم لنيران بنادقنا، نيران بنادق الحق، نيران بنادق الجيش السوري الحر. وأخاطب أبناء العشائر الذين يخدموا بهذا الجيش بأن يتحركوا، فشوارع دير الزور تغص بالجثث، وتم قصف المساجد والبيوت بالمدافع، فمتى ستتحرك نخوة الرجال وشهامة أبناء القبائل؟ متى تهتز الضمائر؟ عاشت سوريا حرة أبية، والنصر للشعب السوري البطل.